كلنا مشغولين وعندنا حاجات كتير قوي بتحصل في حياتنا كل يوم لدرجة رهيبة، فخلت التركيز بتاعنا معدوم. وانا بتكلم عن نفسي شخصيا من كمية الدوشة اللي الواحد عايش فيها، سواء في بيته او في شغله او في الحاجات اللي بيعملها للسوشيال ميديا. في حركة كتير قوي بتحصل. النهاردة هقول لكم على شوية حاجات انا بعملها شخصيا ساعدتني نوعا ما ان انا اعرف الاقي تركيز، والتركيز هو اللي بيعمل الانتاجية، بيخليك برودكتيف، منتج. مش الفكرة في الحاجات الكتيرة اللي انت بتعملها، الفكرة ان انت لو عرفت تعمل في وقت قصير قوي حاجات بكواليتي عالي، جودة الشغل اللي انت بتعمله عالي بتركيز، يغنيك عن 2-3 شغل. بس طبعا قبل ما نبدأ، ازيكوا يا اجمد واصيع واكتر ناس انتاجيا في العالم. لقيت توصيلة كده بينفع توصل المايك بتاع البودكاست للتليفون، فبصور بالتليفون، فعجبني اول موضوع فطلعت بالمايك، لانه المايك ده اصلا USB، فانا دلوقتي موصله بالتليفون. طبعا احنا عايشين في عالم كله عايز يسرق من مخك ووقتك كتير، سواء على السوشيال ميديا. كلنا عايزين نسرق من بعض وقت اكتر عشان تفضل تتفرج علينا اكتر، وفي الحياة على ارض الواقع نفس القصة. ناس طول النهار تبعت لك واتسابس ومسجات وعايزك بصلي كلمني، فقلة التركيز رهيبة. مخك نفسه بيبقى تعب من كتر الحاجات اللي بتشتته. يجي يبدأ في حاجة يلاقي 10 مسج، تروح باصص، خلاص التركيز بتاع 10 دقايق اللي انت كنت عاملهم ضاع. فجأة حد يندهك، فجأة الراجل بتاع الاوردرات توصيل جايب لك حاجة من اي موقع، جايب لك حاجة انت اشتريتها وبتاع. على طول النهار في تشتيت. وفي حاجة انا مؤمن بيها الستات مش مؤمنة بيها خالص، وبيقولوا ان احنا مالتي تاسكرز. انت اديني حاجة كده اعمل لك 10 او 20 حاجة في نفس الوقت، فوكس 100%. بالتوفيق لو ده حقيقي. الكواليتي بتاع كل حاجة من دول مش كواليتي 100%. هخش في الحاجات على طول وهقولها في بوينتس، عشان لو حبيت ان انت تاخدها نقطة وتجربها او تطبقها وتشوف ايه النظام. من اكتر الحاجات اللي انا حسيت ان هي فرقت معايا قوي في حتة ان انا اعرف اركز، ان انا اخلي المكان اللي حواليا قدام عيني ما يبقاش فيه دوشة على المكتب. عندي اللابتوب بتاعي، الموبايل بتاعي في الدرج، ممكن احط حاجة صغيرة كده، زرعة صغيرة او حاجة فواحة مثلا بتطلع ريحة حلوة تساعد ان انا ابقى مبسوط بشم حاجة حلوة. مش لازم، يا اما ممكن تشغل حاجة في الخلفية مش حاجة انت عارفها ولا حافظها، تعمل صوت بس مزيكا بسيطة قوي، او لو انت بتسمعش مزيكا ما تشغلش حاجة خالص. اي حاجة تانية مش مهمة ابعدها من قدامك. برينترات، اوراق من كذا حاجة تانية بتاعت حاجات تانية انت لازم تعملها، شيل كل حاجة من قدامك غير الحاجة اللي انت عايز تركز عليها بس. بدأت تشتغل في حاجة انا كنت قلت عليها قبل كده زمان في فيديو، اسمها البومودورو تكنيك. ده ان انت بتاخد 25 دقيقة فوكس، ما بتعملش اي حاجة تانية غير الحاجة اللي انت بتعملها لمدة 25 دقيقة، وبعدين بتوقف اللي انت بتعمله، وفي 5 دقايق تعمل زي مراجعة للحاجات اللي انت عرفتها او اللي انت قريتها او كتبتها، تبص عليها بصة سريعة كده. وفي ناس بتعملها ان هي بتعمل ريست خالص، 5 دقايق مش عامل حاجة خالص. انا على حسب الحاجة اللي بعملها او بذاكرها او بشتغلها، على حسب تقلها، يا اما اقعد ال5 دقايق ما اعملش حاجه خالص فيها في هدوء تام، يا اما لو الحاجه بسيطه ابص على اللي انا كتبته تاني. بيفرق قوي بالذات لو انا بذاكر حاجه او باخد كورس، فلما برجع للحاجه وابص عليها في ال5 دقايق ما احسش ان انا عملت 25 دقيقه في 25 دقيقه في 25 دقيقه وبعدين جيت اراجع كده انا خلصت كتير قوي 100 دقيقه. فاحسن لي ان انا كل 25 دقيقه ابص على الحاجه تاني اللي انا كتبتها او النوتس اللي انا كتبتها، وبعد كده ارجع ال 25 دقيقه كمان. في تكنيك تاني بحب استعمله برضو قوي اسمه تايم بلوكينج، بس انا بعمله بصراحه بطريقتي بكيف. انا باخد الحاجه اللي تنفعني بعملها بمزاجي واظبطها. دلوقتي انا بعمل مثلا تايمر، انا عندي ساعه مثلا، الساعه دي مش هعمل فيها غير الحاجه اللي انا عايز اعملها دلوقتي. يعني انا عندي ساعه هتفرج فيها على كورس، خلال الساعة دي بعمل تايمر 30 دقيقة ويرن عشان ما اسرحش، 30 دقيقة ويرن، يعني على اساس ان هو اول 30 دقيقة افضل مركز، ان انا اول نص ساعة هفضل مركز في الكورس نفسه، وبسمع الراجل وباخد النوتس وبعمل كل حاجة انا عايزها اللي ليها علاقة بالكورس، واخلي الالارم يرن كمان 30 دقيقة عشان يحسسني ان انا ايه ده انجزت في 30 دقيقة. ولو حسيت ان انا ما كنتش مركز كفاية فبيفكرني اللي هو لا خلي بالك فاضل نص ساعه كمان، فلو ما لحقتش تخلص في النص ساعه دي مش هتعرف ترجع تاني للكورس غير في وقت تاني انت عامله حاجزه للكورس ان انت هتذاكر فيه. فبيخليك دايما على طول مخك مركز اللي هو لا انا عندي 30 دقيقه لازم اركز فيها، رن كمان 30 دقيقه، فعندي ساعه مش هعمل حاجه غير الكورس. بلوكات كده في اليوم، ساعه للكورس، ساعه للتمرين، ساعة لأهلي، ساعة لولادي. مقسم يومك بلوكات، ربع ساعة للإيميلز بتاعتي،
وبعد ما اخلص التايم بلوك ما ارجعش الحاجه دي تاني، عشان تعرف مخي اللي هو بقول لك ده شيله من الطريق، انا مش هرجع له. حاجه كمان مهمه قوي، زي ما بيبقى فيه دوشه حواليك، جوه دماغك نفسها بيبقى فيه دوشه. بيبقى فيه دوشه. فلو الدوشه اللي جوه دماغك مش متصفيه مش مترتبه، فهتفضل انت شايف دوشه حواليك ودوشه جوه دماغك. اهم حاجه في الموضوع خالص دماغك مش اللي حواليك. في طبعا في حاجه اسمها اللي هي المديتيشن دي ممكن تكون سمعت عنها قبل كده، بس هقول لك سريعا هي عباره عن ايه. خد التمرين ده كده بالظبط، حاول تطبقه زي ما بقول لك كده بالملي. هتعمل تايمر على موبايلك 5 دقايق. 5 دقايق ده يعني اللي هو سهل قوي عليك. 5 دقايق عايزك تقعد في مكان فاضي خالص، ان شاء الله في الحمام، وتحط سماعه في ودانك وتشغل صوت زي صوت مثلا شلال، صوت ميه، نهر، صوت عصافير. في خلال الوقت ده انت بتغمض عينك وبتحاول تركز في حاجتين. نفسك من هنا، تبقى مركز هنا في نفسك، يعني انت حاسس بالسقوعيه بتاعت الهواء وانت بتعمل. حاول ان انت تاخد نفس 5 مرات، 5 عدات، وتكتمه 5 عدات، وتطلعه في 5 عدات، وتفضل مركز في النفس بس. هتلاقي مخك بقى ايه اللي بيعمله. تاخد نفس، الكورس هيبتدي بيحاول يحذرك ان انت خلي بالك في حاجات فايتاك، في حاجات انت ما خلصتهاش. تاخد نفس تاني. يا ابني الميتنج، انت من الناس، الميتنج دي وظيفه مخك، مش حاجه غريبه ان ده يحصل. لو ما حصلش يبقى في حاجه غريبه، لان هي دي وظيفته. اصيع حاجه في الدنيا لما تلاحظ ان مخك بيحاول يطلعك من تركيزك في نفسك، ده كده انت ابتديت تنجح قوي في الموضوع بتاع المديتيشن، وهيخليك مع الوقت تعرف تتحكم في مخك. ما تخليش كل شويه هو اللي بيخليك تعمل ايه، او بيقولك تعمل ايه، او تنفذ ايه، او تتعصب، او هتتحكم فيه تماما. هتاخد النفس 5 جوه، 5 كاتمهم، 5 بره، ومركز في النفس، صوت العصافير ورا عشان يفصلك خالص عن العالم اللي حواليك. وكل لما مخك، ده دورك في التمرين ده، ان انت تحاول تخلي مخك اول ما يبتدي يقولك الكورس ما تقولش ياه ده انا طلعت من التركيز بتاع المديتيشن، لا، تلاحظ ان انت عملت كده وترجع تاني للنفس بتاعك. اوقات اصلا، في اوقات انا كنت باخد بالي ان انا فجأة فات 3 دقايق كنت انا اصلا مش واخد بالي من نفسي اساسا، عدوا عشان سرحت. مش فاكر، مش عارف سرحت في ايه، بس سرحت عامة. عادي، اتمرن بس تمرينة. وحاجة اخيرة، ان انت لو عرفت ال 25 دقيقة اللي انت كنت بتعملهم في البومودورو مثلا، او ال 30 دقيقة، او ان انت كل 10 دقايق بس، عشان ما تفضلش قاعد مثلا ساعة متواصلة، عايزك تقف اللي هو بس في تمارين كده بتتعمل اللي هو تمارين القعاد، او على الاقل تقف وتتمطع عادي خالص، ترجع ايديك ورا ظهرك. عارف الحاجات اللي انت بتحط ايدك مثلا في وسطك وبترجع لورا بقى، الحاجات اللي هي البيزك قوي اللي هي بتاعت اللي بيعملوها اي حد كبير، يقف يقول لك الواحد كان قاعد بقاله كتير. انت تعملها بمزاجك، مش تفضل قاعد مثلا ساعه ولا ساعتين وبعد كده تقول ليه الواحد قاعد بقاله كتير، عشان ظهرك ما يتأذيش وكده. فده بيخلي مخك بس يحس ان هو ارتاح شويه. وده ببساطه كده اللي انا بعمله بس بعمله كانه روتين فعلا، جزء من قعدتي ومذاكرتي والتركيز بتاعي. مش بعمله عشان هو بيحصل في النص، لا، انا بعمله ان انا باخد شويه نقط من الفيديو ده وبطبقها، ان شاء الله حاجه واحده بطبقها وبلتزم بيها، فبعرف مخي ان انا اللي بتحكم فيه وانا اللي بخليه يركز. وبس كده. شكرا يا جماعه ان انتوا اتفرجتوا، واتمنى الفيديو كان ظريف بالنسبه لكم. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.